الحسد أخطر من السحر، لأن الحسد أسرع من ناحية المفعول ومش محتاج مجهود. بالعكس، ده ممكن يحصل في وقت النظرة وتلاقي أثرها في ساعتها. الحسد ممكن يخليك فجأة دمك يفور وتتخانق مع مراتك وتبقى مش طايق نفسك. ممكن يخليك حاسس بالإحباط والعجز والفشل. ممكن تلاقي نفسك عندك رغبة في الانتحار. ممكن يسيبك بالمرض. وخلي بالك، مش أنا اللي بقول كده، لأ، ده سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام هو اللي قال الحسد هو أكبر أمراض قلوب بني آدم. طيب نعمل إيه؟ المعوذتين نخليها في لسانك على طول، وبالذات لو حسيت إن حد بنظراته مركز معاك. حاول إن أنت ما تتكلمش عن نعمة في حياتك ممكن اللي قدامك تكون مش عنده. حاول ما تتباهاش باللي عندك من خير قدام اللي أنت عارف إنهم مش بيحبوك. ولو أنت دخلت عند حد، خلي دايما التسمية والمشيئة في لسانك حماية ليهم وليك. وما تعرفش أخبارك الحلوة للأشخاص اللي أنت عارف إن عينيهم وحشة، وده تعمله بذكاء من غير ما تحسسهم بكده، حتى لو في بينكوا صلة قرابة أو عمل أو زمالة.